الجامعة المغربية غيرت المدرب المنتخب الأولمبي عصام الشرعي وجابت بلاصتو طارق السكتيوي. واش هذا القرار صحيح؟ هادشي اللي غنعرفو في هذا المقطع، ونبداو بعلاش تمت الإقالة ديال عصام الشرعي. أولا خاص نعرفو أن عصام الشرعي ماشي مدرب غني تكتيكيا، بل أنه ناقصو غير في الماتشات الأخرين اللي كانوا وديين. راه المنتخب الأولمبي ما ظهرش بشي أداء اللي زوين، ولكن راه ما خاصش نساو أن عصام الشرعي يقدر يدي كأس إفريقيا للأولمبيين، وهذا راه إنجاز اللي كبير. وراه دابا حنا قرابين من اولمبياد باريس، ولكن قرار تغيير ديال المدرب واش كان قرار صحيح؟ لا. علاش؟ لان اولا غنشوفوا المدرب اللي جا بلاص عصام الشرعي اللي هو طارق السكتيوي. اولا غنشوفوا المسيره هذا المدرب واللي درب العديد من الفرق، ولكن دابا كيدرب المغرب الفاسي واللي كيقدم معاه موسم اللي ناقص. فشوف معايا، حنا غنجيبوا مدرب ما قدرش ينجح في البطوله اللي اصلا ما فيهاش تنافسيه اللي كبيره، فما بالك انت غتجيب مدرب غيتنافس على اولمبياد باريس اللي بغاو يكونوا فيه منتخبات عالميه. فغير فكر غتقول لي راه عندك الحق. وبالنسبه علاش تم تغيير ديال المدرب عصام الشرعي، هو انه تخالف مع المدرب وليد الركراكي، ما بغاش يخلي اللعابه ديال المنتخب الاولمبي اللي يجوا المنتخب الاول، لانهم ما كيلعبوش وغير كيبقاو في الاحتياط. وراه الصراحه راه من حقه، حيت لان الاولمبيات باريس قراب وخاص كاع اللعابه ديال الاولمبيين يجيو للمنتخب الاولمبي وباش يوجدوا الاولمبيات باريس. ولكن الجامعه مشات مع القرار ديال الركراكي، وهذا الشيء علاش تمت الاقاله ديال عصام الشرعي. وراه كان قرار خاطئ، وراه كما قالت بعض الاخبار ان الجامعه تشاورت مع وليد الركراكي وجمال فتحي، وهادشي كيزيد يخليك تستغرب من بعض القرارات اللي كيكونوا شويه غراب. واصلا راه كان على الجامعه ملي بغات تقيل عصام الشرعي تقيلو من شحال هذا، ماشي حتى لدابا اللي حنا قرابين من الاولمبيات. والصراحه هادشي ماشي في صالح المنتخب الاولمبي. فراه بعدا خاص تجيب الجامعه مدرب اللي ناجح. وراه ما بغيناش نمشيو نلعبوا دور المجموعات ونرجعوا، ولكن باش ما نشككوش في المنتخب الاولمبي نسكتوا ونشوفوا اش غيوقع في المستقبل، وهذيك الساعه نحكموا. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. ما تنساش تضغط على داك الاشتراك، ونتلاقاو في فيديو اخر.